حلقة النهاردة أنا شايفها واحدة من أهم الحلقات في البري سيزون بتاع الفانتسي، لأن حلقة النهاردة هي اختيارات لعيبة خط النص. وخط النص لو أنت مش عارف هو الخط اللي بيميز لعيبة الفانتسي عن بعض، بيبقى فيه كده اوبشنز رفيعة، هي دي اللي بتميزك عن أي حد تاني غير الاوبشنز اللي هي بتلاقي عند كل الناس، صلاح وهالاند والناس دي. ففي حلقة النهاردة هنمسك بقى لعيبة خط النص كده ونشوف الدنيا عامله ازاي، اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت عملت ايه ومين اللي هنروح لهم. وفي اخر الحلقه خالص هيبقى فيه شويه اوبشنز كده، بنش فيلرز، اللي هي اللاعب اللي هو ب5 ل6 مليون اللي تجيبه عندك تلعبه في الوقت المناسب، ان هو يعني ماتشه سهل. غير كده طبعا هتقعده على الدكه معظم الوقت، بس اللعيبه دي هي اللي بتخليك تقدر انك انت تكمل فريقك. خليك معانا، ما تروحش في اي حته، ولو انت ما عملتش جوين للليج بتاعنا اعمل جوين للليج بتاعنا. هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وما تنساش طبعا باللايك والسبسكرايب، وتعمل لنا فولو على تويتر وتيك توك عشان بننزل محتوى هنا. ورجعنا لكم يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي، وحلقه اختيارات لعيبه خط النص. عايزك تركز في الحلقه دي كويس قوي، لان الحلقه دي زي ملخص كده للناس عملت ايه السنه اللي فاتت. في البدايه طبعا محمد صلاح ب 12 مليون ونص، الراجل هو اعلى لاعب جاب بوينتس السنه اللي فاتت من حيث لعيبه خط النص. طبعا ما فيش اي حد مساهم باهداف اكتر من محمد صلاح، مساهم ب 32 جول، منهم 19 هدف مسجلهم و13 اسيست. طبعا صلاح هيبقى انتحار انا شايفه لو انت ما دخلتش بيه الموسم. ليه؟ لان صلاح بالبرايس تاج ده اي نعم غالي، بس صلاح دايما بيأدي. يعني انت بتتكلم على صلاح في الست ماتشات الافتتاحيه اللي لعبهم هو مش بيبلانك ولا مره، فصلاح هيكون اوبشن اساسي معاك. ده بص ماست هاف. يعني تاني لاعب معانا وهو اوديجارد طبعا نازل ب 8 مليون ونص. وفي ناس كتير قوي بتفاضل بين اوديجارد وساكا ومارتينيلي، هنمسك اللعيبه دي كلها النهارده بالتفصيل. اوديجارد خلي بالك مش جايب اقل من محمد صلاح بكتير، انت بتتكلم في 212 نقطه. الراجل جايب 15 جول وعامل 8 اسيستات، يعني بنتكلم في 23 مساهمه. طبعا الفرق بين محمد صلاح في السعر والمساهمات اكبر بكتير من اوديجارد، بس الراجل بتتكلم ان يعني هو مثلا يعني محمد صلاح بتتكلم ان محمد صلاح اوديجارد ونص. غير ارسنال ماتشاته الافتتاحيه حلوه. اوديجارد انا بصراحه مش الاوبشن اللي انا بفضله للامانه. يعني انا لو انا هروح لحد مثلا من خط النص الهجومي بتاع ارسنال، انا هفضل ساكا بنفس السعر ب 8.5 مليون واونر شيب 52%. وخلي بالك يعني المساهمات الهجوميه بتاعته مش قليله ولا حاجه برضو، وفرق البوينتس برضو مش كبير. ساكا جايب 202 نقطه، يعني فرق بينه وبين اوديجارد 10 نقط، مساهم في 26 جول، مسجل 14 وعامل 12 اسيست. غير ان ساكا كنا بنشوفه في وقت ما اكثر انفجاريه، بس هو يمكن في البونص اللي كان بياخده السنه اللي فاتت مش كبير قوي زي اوديجارد. يعني اوديجارد لما كنت بتلاقي منه ان هو الراجل سجل جول ولا حاجه بياخد هو معظم البونص. ساكا عشان بيضيع فرص اكتر، فبتلاقي ان البوينتس يعني بتتخصم في البونص بوينت سيستم بتقل اكتر. عندك بعد كده راشفورد نازل ببرايس تاج 9 مليون، وهو واحد من اكتر اللعيبه اونر شيب في اللعبه. راشفورد جايب 205 بوينت، مساهم في 24 هدف. بس اللي يشجعك قوي على راشفورد ان راشفورد معظم الاهداف دي، او خلينا نقول 75% من الاهداف دي هو مسجلها بعد كاس العالم. يعني انت بتتكلم في تقريبا نص السيزون، يعني اللي هو بعد شهر ديسمبر، فهتلاقي راشفورد ماسك فورمه حلوه قوي، واللعب بقى عليه. يعني هو بقى الستار بتاع مانشستر يونايتد. فننزل شويه في البرايس تاج، وعندنا مارتينيلي ب 8 مليون، اونر شيب 14% تقريبا. بص مارتينيلي اوبشن حلو لو انت عايز شويه تسترخص عن ساكا مثلا. فرق نص مليون في السعر، بس هو مش الاوبشن رقم واحد بالنسبه لي للامانه. يعني لو انت مش عايز تجيب ساكا وعايز حد 8 مليون ويسد معاك، مارتينيلي برضو اوبشن حلو. كده كده لما ارسنال بتفرد سكور بتلاقي مارتينيلي بيسجل وساكا بيسجل واوديجارد بيسجل، بس هي الفرق بقى يعني
مين اللي فورمته ماشيه او مين اللي ماسك فورمه في الوقت ده، بس كده. ببرايس رينج اعلى شويه ب 10 مليون ونص، وكيفن دي بروين نازل ب 10 ونص، واونر شيب تحت ال 5%. انت تنبهر ان لاعب زي كيفن دي بروين نازل اولا بالسعر ده. يعني انت بتتكلم ان كيفن دي بروين نازل ب 10.5 مليون. خلي بالك كيفن دي بروين السنه اللي فاتت كان بيناطح في صلاح في السعر، فنازل بسعر حلو قوي. ده خلينا نقول بسبب ان كيفن دي بروين اتصاب كتير قوي الموسم اللي فات يعني، ورغم كده ان كيفن دي بروين عنده 18 اسيست. يعني شوف، ده هو اتصاب كتير وما كانش في الفورمه، ومع ذلك عمل 18 اسيست. فانا شايف ان كيفن دي بروين لو هو فت وانت عايز تجيب اوبشن تاني جنب هالاند، رغم ان انا عارف ان الموضوع ده هيكون صعب شويه انك انت تجيب مثلا هالاند وكيفن دي بروين في الفريق، وده هنتكلم عليه في حلقه جايه ان شاء الله. هقول لك بقى ازاي تجيب صلاح وهالاند وكيفن دي بروين في فريق واحد. بس لو انت عايز اوبشن تاني، كيفن دي بروين اوبشن حلو قوي، ويظل ديفرنشال خطير بجد، ديفرنشال خطير. انت بتتكلم تحت ال 5%. يعني لو انت جايبه والراجل ده فرقع خلاص انت عديت يعني لوحدك. اللي برضو سعره نزل جامد قوي عن السنين اللي فاتت هو برونو فرنانديز. برونو فرنانديز تقريبا نازل، يعني نزل 1.5 مليون عن سعره السنه اللي فاتت، ونازل ب 8.5. الراجل ده عنده 8 اهداف و9 اسيستات السنه اللي فاتت. برضو الموسم اللي فات بتاعه ما كانش افضل شيء. يعني خلينا نقول ان الراجل ده كان بيخلق فرص بالعبيط، بس يعني ما كانش الفريق بيترجمها قوي الاهداف. وده مثلا بيبين لنا ليه الارقام بتاعته نزلت شويه، بس سعره لقطه. بس هو يظل اوبشن رقم 2 بعد راشفورد. يعني انا لو معايا الفلوس دي وعايز اشتري حد، والله انا هدفع نص مليون شويه في راشفورد وهاخد مساهمات تهديفيه اعلى وهكذا. بس لو انت عايز تجيب حد جنب راشفورد، انا شايف ان برونو برضو اوبشن حلو، وخصوصا انك انت لو جبتهم الاثنين كده مع بعض هم ارخص من مثلا دي بروين وهالاند. واحد برضو من الاوبشنز الحلوه قوي هو مبومو. مبومو نازل ب 6.5 مليون، نازل في خط النص، بس هو بيلعب مهاجم. وفي غياب ايفن توني طبعا بسبب الايقاف الكبير اللي هو واخده بسبب المراهنات والقصه اللي هو كان بيدخل فيها، الراجل ده هيبقى هو المهاجم الاساسي لفرقته وب 6.5 مليون وبيلعب قدام الجول. وفي اخر الموسم اللي فات لاحظ ان مبومو يعني اسهاماته في التسجيل عاليه قوي. عندك برضو واحد بسعر اجمد من بومو نازل ب 6 مليون وهو ماكاليستر. ماكاليستر انا عايز اشوفه شويه في ليفربول هيعمل ايه بصراحه. بس الراجل ده لو فرقع، الراجل ده جايب 140 بوينت السنه اللي فاتت، وانت بتتكلم على لاعب ب 6 مليون. انا مش بكلمك على لاعب مثلا ب 8 مليون ولا ب 8.5 مليون، لا انت بتتكلم على لاعب بالرقم ده. واتفرج على مساهماته التهديفيه السنه اللي فاتت، الراجل ده جايب 10 اهداف واسيستين على لاعب ب 6 مليون. انا شايف ان لو هو اخد دور حلو وفعال مع ليفربول، الراجل ده هيبقى ماست هاف يا جماعه. بس انا لسه برضو عايز اشوف ماكاليستر هل هيتاقلم ولا دنيته هتبقى عامله ازاي. احنا شفنا كذا اوبشن في خط النص بصراحه مع ليفربول، وبصراحه ما بيعمروش قوي يعني نابي كيتا، برضو تياجو كان اصاباته كتير، ما كانش دايما ليفربول عنده اللاعب الخط النص اللي هو الكرييتيف قوي اللي بيجيب بوينتس كتير في الفن. الشيء بالشيء يذكر ميتوما ب 6.5 مليون. وخلي بالك ميتوما الاونر شيب بتاعته عاليه قوي السنه دي، انت بتتكلم في 37%. الراجل يعني عنده الكثير والكثير من الاتاكينج ريتيرنز، بتتكلم في 16 اتاكينج ريتيرن جابهم السنه اللي فاتت بلاعب ب 6.5 مليون. رقم حلو جدا، واونر شيب عاليه. خلي بالك تقريبا واحد من كل 3 لعيبه عندهم ميتوما في الفريق. بس انا مش محبذه قوي لان هو في اخر الموسم اللي فات يعني بصراحه عندك مثلا انسيزو كان واخد منه الجو شويه في اخر كام ماتش كده. كان ميتوما انا فاكر كان في ماتش كده يعني برايتون بص مسحه الماتش، مش عارف جايبين 6 ولا 7 وميتوما ولا اي حاجه، بالعكس يمكن كان جاب نقطه ولا نقطتين في الماتش ده كله. الاخير معانا في البرايس رينج بتاع من 6 ل 8 مليون وهو ماديسون نازل ب 7.5 مليون. اي نعم السيزون اللي فات ما كانش افضل شيء لماديسون، اصابات كتير، وبرده ليستر سيتي ما كانش في احسن حاجه. دلوقتي طبعا ماديسون راح فرقه توتنهام، عنده مهاجمين يخدم عليهم زي كين، عنده برده لاعب زي سون. عايزين نشوف ماديسون
خلي بالك برضو ماديسون اونر شيب، برضو اونر شيب رقم حلو، انت بتتكلم في تقريبا 17% اونر شيب. بس انا عايزك تبص على الاتاكينج ريتيرنز بتاعت ماديسون السنه اللي فاتت، رغم انه فاردي ما كانش حالته، ليستر سيتي كانت يعني في 60 داهيه، الفريق كان ضايع، بس ماديسون نجح ان هو يسجل 10 اهداف ويعمل 9 اسيستات. فطبعا ماديسون واحد من برضه الاوبشنز اللي انا هشوفها وهحطها تحت الرادار عندي، وممكن كمان اجازف لو انا معايا شويه فلوس زياده كده ان انا العب بورقه ماديسون اللي هيكون ديفرنشال مهم جدا. نمسك بقى البنش فيلرز، والبنش فيلرز عندنا لعيبه ب 5.5 مليون و5 مليون، وده للناس اللي بتدور على رابع او خامس خط نص يقعدوا على الدكه ويمكن يلعبوا في الماتشات اللي هي يعني بروميسنج شويه، اللي هي ممكن الاقي الراجل ده يجيب لي اسيست، يخطف لي جول. اهم واحسن اسم لازم نتكلم عليه هو اندرياس طبعا لاعب فرقه فولهام. الراجل ده كان ب4.5 يا جماعه السنه اللي فاتت، كان اوبشن خطير جدا، ما كانش فيه يعني بالسعر ده وبيقدم الفاليو دي. الراجل ده مسجل 4 اهداف وعامل 10 اسيستات. يعني عندك برضو انسيزو ب5.5، راجل مسجل 4 اهداف وعامل 3 اسيستات، ومعظم الاهداف دي جت في اخر الموسم اللي فات. فالراجل كان ماسك فورمه يعني في اخر الموسم اللي فات، وكان ديزيربي مديله فرصه ومديله امل ان هو يظهر ويبان، والراجل ظهر في اخر الموسم بشكل حلو جدا ب5.5 مليون ومسجل 4 اهداف وعامل 3 اسيستات. واحد من الاوبشنز اللي انت تفكر فيها، بس طبعا هيكون بعد اندرياس بيريرا لو انت بتفكر في حد بالسعر ده. اخر اوبشنين معانا وهما بيرجي طبعا ب5 مليون، لاعب فرقه شيفيلد يونايتد. واللي يفتكر بيرجي ده اللاعب اللي جاب يعني وكان بيلعب مكان لانسترام، لو انت لعبت موسم الفانتسي اللي هو مش اللي فات اللي قبله، وكان لانسترام ده بقى ايه يعني، بص الناس كانت طالعه بيه السما، او يمكن مش اللي قبله كمان اللي قبله. فبيرجي من اللعيبه المهمه في فرقته. شيفيلد مش من افضل الفرق هجوميا، انا معاك، ومش برضو من احسن الفرق اللي يعني ممكن تعتمد عليها قوي، لان انت بتتكلم ان ده فريق صاعد. يعني الارقام اللي انا هقول لك ان مثلا بيرجي جابها هي برضو في الشامبيونشيب، انت فارق بين ما بتلاعب مثلا احسن مهاجمين في العالم واحسن مدافعين في العالم واحسن لعيبه خط نص وارتكاز والكلام ده، بس والله ب5 مليون جايب 6 اهداف و5 اسيستات، فهو واحد من اعمده فريقه. عندك برضو الاوبشن الاقوى منه وهو براون هيل، الراجل ب5 مليون وجايب 7 اهداف و8 اسيستات، عمود مهم جدا مع فرقته مع بيرنلي. وخلي بالك كومباني من محبين الكرة الهجومية، ليه؟ لان هو يعني من تلاميذ جوارديولا، فدي مواجهة الواحد هيحب ان هو يشوفها. فبراون هيل واحد من اعمدة فرقة بيرنلي اللي عندهم روتيشن كتير، لازم برضو انبه للموضوع ده. بس براون هيل لعب معظم ماتشات السنة اللي فاتت، ممكن تجيبه عندك في الفريق لو انت بتدور على لاعب ب5 مليون والله يسد الخان. انا عايز حد بس ايه اهو شغال معايا. كانت حلقتنا ويلا فانتسي واختيارات خط النص، وكالعاده ما تنساش باللايك والسبسكرايب وتعمل جوين للليك بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وما تنساش تعملي فولو على تويتر وتيك توك. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. الحلقه الجايه هتبقى مميزه جدا جدا جدا، تبقى عندنا درافت تاني في 3 لعيبه بريميوم، وهو كيفن دي بروين وصلاح وهالاند. وخلينا نشوف بقى احنا هنكمل الفريق ده ازاي، واستنونا في الحلقه الجايه وما تروحوش في اي حته مع يلا فانتسي.